صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دي كوبايه كاكاو كده على حبه قرفه، من غير سكر ومن غير لبن. من احلى مضادات الاكسده اللي ممكن تاخدوها الصبح على الريق. هتفرق معاكم جدا وهتبتدوا كده يومكم بنشاط، وهترفع من هرمون السعاده في جسمكم. الكاكاو والشوكولاته من الحاجات اللي بترفع هرمون السعاده، فهتفرق معاكم جدا، بس من غير سكر ومن غير لبن. النهارده ان شاء الله انا هقول لكم على شويه حاجات كده استعملوها مشاهير، وهقول لكم مين كمان اللي استعملوها فرقت معاهم جدا في بشرتهم وفي الحفاظ على شباب البشره وجمالها وشد الجلد كده ونضارته. مادونا ملكه الروب كانت على طول بتستعمل بخاخ ميه الورد. كانت بتجيب على طول بخاخه صغيره كده تحط فيها ميه ورد وعلى طول في شنطتها. كل شويه كانت تطلع ترش بيها، تطلعها وترش بيها على وشها، على المكياج كده مفيش مشكله. كانت بتديها كده حيويه في وشها. كانت برضو بحريصه على واقي الشمس على طول، سواء كانت نازله او مش نازله، واقي الشمس ده في وشها على طول. برضو كانت بتحافظ على كريم المرطب. اول ما تغسل وشها، مجرد ما يجي على وشها ميه لازم بعدها تحط كريم مرطب. الحاجه المهمه اللي اتكلمت فيها كتير جدا تمارين اليوجا، وقالت ان تمارين اليوجا اللي كانت بتعملها يوميا كانت اساسي في يومها، وكانت بتفرق معاها جدا في نشاط وحيويه جسمها كله. مارلي مورلو طبعا كلنا عارفينها، كانت بتعتمد بصفه اساسيه على الفازلين. كانت بتدهن وشها وجسمها كله بالفازلين، وكان من احلى الحاجات اللي بتديها لمعه كده في وشها وفي جسمها. وده اتكلمت عليه كتير جدا برضو، ان الترطيب الترطيب الترطيب، وهي كانت بتستعمل الفازلين لترطيب جسمها ووشها كله. صوفيا لورين برضو الترطيب، لكن هي في الترطيب كانت بتستعمل زيت الزيتون. كانت بتدلك بيه وشها كل يوم، وكانت بتشرب منه معلقتين برضو يوميا، بتشربهم كده او بتحطهم على الاكل. انجلينا جولي كانت بتعتمد على الكافيار. اي منتج كانت بتشتريه لبشرتها كان لازم يكون فيه كافيار، وكانت بتحطه على وشها وبتدلك بيه برضو وشها. وكانت بتقول ان الكافيار مليان اوميجا 3 واحماض دهنيه، وكان بيعالج مشاكل جلدها، وعلى طول كان بيجدد في خلايا الجلد. والحاجه التانية برضو اللي انجلينا جولي كانت بتعتمد عليها واتكلمت فيها هي تقشير البشره. وكانت بتعتمد في التقشير على المنتج يكون فيه جلايكوليك، وكانت بتعمل التقشير ده مره في الاسبوع، وفعلا كان بيفرق معاها وبيشيل خلايا الجلد الميت وبيحفز الكولاجين. شوفي ايه المناسب ليكي من اللي انا قلته لك دون، واعمليه روتين يومي في يومك، وهتلاقي بشرتك اتجددت وبقت شباب على طول. وما تنسيش المشروب ده، هتدعي لي فعلا لو استمريتي عليه على طول على الريق كل يوم الصبح. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.